ما سألتش نفسك قبل كده ليه شهر رمضان اتسمى بالاسم ده؟ شهر رمضان هو الشهر اللي الناس كلها بتستناه وبتبقى فرحانة انه قرب. هتقولي ليه؟ هقولك دي حاجات كتير قوي مش هعرف اعدها لك. منها الفرحة اللي بتبقى على الصغير والكبير بسبب الفانوس والزينة بتوع كل سنة، ده غير العزومات اللي بتبقى طول شهر رمضان عند كل المعارف، ده بعيدا عن الفطار الجماعي اللي بتجهزه انت واصحابك من اول ما عرفتوا بعض، وكمان الدورات الرمضانية اللي بينضم ليها الصغير والكبير، ودي بتملى مراكز الشباب طول شهر رمضان، وغير السهرات والخيام الرمضانية، وكمان اهم حاجة العبادة اللي الواحد بيخلص فيها طول شهر رمضان. عرفت بقى ان فعلا حاجات كتير صعبة اعدها لك. طب نرجع لموضوعنا وهو شهر رمضان ليه اتسمى كده. الشهور الهجرية ليها أسباب لتسميتها بالأسامي دي، زي مثلا الربيع الأول والربيع التاني اسمه كده لأنهم بيجوا أثناء موسم الربيع، وده سبب منطقي وباين من اسمه. ربيع الأول بيجي في أول موسم الربيع، وربيع الآخر أو التاني بيجي في الجزء الأخير من موسم الربيع. ومثلا شهر ذو الحجة واللي اتسمى كده سنة 412 ميلاديا في عهد كلاب بن مرة الجد الخامس للرسول صلى الله عليه وسلم، واتسمى كده لأن ده توقيت الحج. وكمان شهر شعبان اللي اتسمى كده بسبب تشعب القبائل علشان يبحثوا عن المية، وده بسبب شدة الحر. طب بقى شهر رمضان اتسمى كده ليه؟ كلمة رمضان جاية من كلمة الرمض واللي معناها شدة الحرارة في العصر الجاهلي، لكن العلماء اختلفوا في الموضوع ده، ناس قالوا انه اتسمى كده بسبب شدة الحرارة، وعلماء تانيين قالوا انه اتسمى كده لان خلال الشهر ده بيتم حرق الذنوب، وعلماء غيرهم قالوا ان اتسمى كده لان الصيام بيخلي حلق الشخص الصايم بيحرقه من شدة العطش، وده كده سبب تسمية شهر رمضان بالاسم ده. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وبس كده، سلام.